السلام عليكم، تنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم مسمن معمر كيجي رائع بحشوه اللي لذيذه بزاف ومميزه. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. تابعوا معايا المقادير وطريقه التحضير. في مقادير العجين كنحتاج 4 الكؤوس ديال الدقيق يكون نوعيه جيده. كنغربلو مزيان وكنضيف ليه كاس ديال الفينو. كنضيف نصف ملعقه ديال الملحه ونصف ملعقه ديال السكر ونصف ملعقه ديال خميره الحلويات وملعقه ديال الخل باش تجي العجينه هشيشه. وكنجمع بالماء بارد. هاد العجينه هزات ليا بالعبار 2 كيسان ديال الماء معامرينش مزيان. صافي من بعد ما جمعت العجينه دلكتها مزيان كندهنها بشويه الزيت وكنغطيها بالسلوفان كنخليها ترتاح بين ما وجدت الحشوه. بالنسبه للحشوه في مقلاة كندير شويه زيت البلديه وكنضيف واحد 2 بصلات كبار مقطعين مزيان. غنشحر شويه هاد البصله كنضيف عليها صدر الدجاج اللي تا هو مقطع رقيق. انا هنا طحنته في الهاشوار ماشي بزاف، بقى شي شويه. كنضيف عليهم شويه د الملحه وشويه د الزعتر وشويه ديال الزنجبيل وشويه ديال التحمير. كنخليهم يتشحروا مزيان. كنضيف واحد الكميه ديال السبانخ اللي قطعتها شويه صافي وغادي نخليها تشحر معاها. من بعد ما تشحرات الحشوه كنضيف ليها شويه ديال الجبن الاحمر وواحد 2 قطع ديال الجبن المثلث وملعقه صغيره ديال لاموطارد والزيتون مقطع صافي. وكنخلطها مزيان وكنخليها تبرد. العجينه من بعد ما ارتاحت صافي كندهن البلاطو بالزيت وغادي نشكلها كويرات صغار. من بعد ما شكلتها كويرات صغار دهنتهم من الفوق بالزيت وكنغطيهم باش ما يديروش ديك القشره. صافي غادي نخليهم يرتاحوا غير شي 5 دقائق هكاك ولا 10 ونبدا نورق فيهم. كندهن سطح العمل بالزيت صافي وغادي نبدا نورقها مزيان.
من بعد ما ورقتها مزيان كندهنها بالزيت وكنرش عليها الفينو صافي، وغادي نطويها على هذا الشكل هذا. وكندهن بالزيت وكنرش بالفينو، وغادي نستمر بنفس الطريقه. من بعد ما طويت المسمن ديالي كامل كنغطيه باش ما ينشفش وما يديرش ديك القشره من الفوق. صافي هنا غادي نبدا نعمر المسمن ديالي. كناخذ العجينه كنطلقها بهذا الشكل هذا، غير من الجوانب، ما كنضغطش عليها في الوسط. وكناخذ الحشوه كنديرها في الوسط، وغادي نطويها على هذا الشكل. صافي هنا كنجمع عليها الجوانب، كنجمع غير بكميه قليله ديال العجينه، صافي غير بدوك القناد، وكنقادها على هذا الشكل وكنحطهم في الصينيه ديال الفران. من بعد ما ساليتهم كاملين خديت بيضه، درت معها شويه ديال التحميره، واحد معلقه صغيره، وكنخلطها مزيان وغادي ندهنهم من الوجه ديالهم. قبل ما ندهنهم كنقرصهم شويه، كنضغط عليهم هكا باش ما يجوش منفوخين. من بعد ما دهنتهم غادي نرش عليهم شويه ديال الزنجلان، غادي ندخلهم للفرن يطيبوا، اللي مسخنه مزيان من قبل. نخلي النار من الاعلى ومن الاسفل حتى يبانوا لي يتنفخوا وبداو كيتورقوا، تقريبا واحد 4 دقائق هكا كل 5. عاد نطفي عليهم من الاعلى ونخلي النار غير من الاسفل، نقص مزيان ونخليهم يطيبوا على خاطرهم. من بعد ما طابوا كندير لهم الجبن محكوك من الوسط وشويه د المعدنوس، وتيكون هذا هو الشكل النهائي ديالها. كنديرهم في طبسيل ديال التقديم، وكيخرجوا كميه كثيره. خرجوا ليا 18 حبه، كيجوا رائعين، سهلين في التحضير ومورقين ومقرمشين. نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم. الى عجبكم لا فيديو ديال اليوم ما تنساوش ديروا جيم. شكرا بزاف على المشاهده، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.